السادة الأعضاء، أرى لزاما علي أن أشيد بما انتهى إليه مجلسكم الموقر بشأن المادة 143 من مشروع القانون والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها، والذي التزم حدود وضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 26 لسنة 12 قضائية دستورية بجلسة 5 من أكتوبر سنة 1996، وبما يضمن ألا تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلا في خصومة قضائية تكفل فيها حقوق الدفاع، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها عين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية، فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القُصّر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صونا لحق الملكية الخاصة وضمانا لعدم تقويض خصائصه.